ازيكم يا حبايبي، يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض جاتوه اقتصادي بمكونات بسيطه جدا وسهله، وكمان معانا طعم الكراميل هيبقى جميل جدا، والتزيين هيبقى بسيط، وكل المكونات اللي موجوده ان شاء الله هتبقى بسيطه. بس لو اول مره تشوفينا على القناه، انا مروه عبد الغني، ما تنسيش تعملي لي لايك وشير واشتراك في القناه وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. كملي معايا الفيديو للنهايه. هنبدا كده معانا المكونات. هنجيب الكبه بتاعتنا او الخلاط، ونجيب كوبايه من السكر، طبعا بالكوب بتاع الشاي العادي سعته 250 ملي. معايا هنا كوباية من الزيت، وكمان معانا كوباية من الحليب. وبعد كده هنبتدي ان احنا نجيب باكو من الكراميل اللي هو بيبقى في المحلات في الباكيتات، وبعد كده هنضربهم مع بعض. هيبقى طعم الكراميل هنا جميل جدا جدا. هنبتدي ان احنا نضربها في الكبة او في الخلاط زي ما انا قلت لحضراتكم اللي يريحكم، بس الكبة هنا بتدي فوم عالي اكتر وبتبقى احلى بكتير. هنبتدي ان احنا نضربها زي ما انتم شايفين كده لحد السكر ما يدوب تماما، ما يبقاش فيه اي سكر موجود، ودي اهم خطوة. بعد كده هنجيب مج اللي احنا عايرنا بيه المكونات بتاعتنا، وهنعبيه من الصوص اللي في البداية اللي احنا ضربناه. مش هينفع نحط دلوقتي البيض ابدا، لان هيدي ريحة وطعم مش حلو. هنجيب بيضتين معانا وننزل بيهم على الخليط السائل اللي احنا حطيناه في البداية. معانا كده نقطتين بس من الفانيليا السايلة، ما نكترش الفانيليا السايلة عشان ما تمررش. معايا رشة من الملح سنة زي ما انتوا عارفين. بعد كده بنحط معلقة من الخل بتاع الطعام بتاعنا. مفيش اكتر من كده في المكونات بتاعة الكيك في البداية. هنبتدي ان احنا نضرب كل المواد السائلة مع بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهنضربها ضربا مبرحا جدا. ليه؟ لانك لما بتضربيها كتير هتديكي فوم عالي، وفي نفس الوقت السكر هيدوب، المكونات هتختلط معاكي كويس جدا جدا. خلاص كده، اهم حاجة تمشي معايا بنفس الطريقة دي، وهيطلع معاكي الجاتو جميل جدا. زي ما انتوا شايفين كده المرحلة دي خلاص كده خلصت، والقوام بقي معانا زي ما انتوا شايفين اتضربت كل المكونات. هنجيب معانا هنا الدقيق، المواد الجافة. طبعا هناخد كوباية ونص من الدقيق زي ما انتوا شايفين، ولازم نحطها في المصفى ونديها كده ضربة بايدينا زي ما انتوا شايفين علشان يدخل الهواء جوه الدقيق والرطوبة اللي موجودة فيه تطلع. كده النص كوباية يبقى خدت معانا كوباية ونص من الدقيق. ومعايا باكو من البيكنج باودر، شيف كيك او تاج الملوك او دريم، اي نوع مفيش اي مشكله. هنقلب المواد الجافه كده مع بعض، وبعد كده هنجيب معانا الخليط السائل وننزل بيه. ما تستعجليش في الحكم على ان الخليط ما امتصش الدقيق، لا، ابتدي واحده واحده للنهايه. ما تحطيش ميه ولا حليب الا لما تتاكدي ان خلاص القوام بقي متجانس وكويس جدا، لانك ممكن تزودي حليب وبعد كده تسيب معاكي وتدخليها الفرن تهبط منك لان بقت خفيفه. اهم حاجه المكونات دي انا عاملاها معاكم بمنتهى الدقه، فعلا هتطلع معاكم جميل طعم وريحه ولون، هتبقى حلوه جدا. بس زي ما انت شايفه القوام مش هيبقى اخف ولا اتقل من كده، قوام مظبوط 100%. خلاص هننزل بكل الخليط بتاعنا. النهارده الدقيق اللي انا استعملته دقيق اسمه الكوثر، حلو جدا في الكيكات. خلاص كده زي ما انتوا شايفين انا صبيت كل المكونات بتاعتي في الصينيه. الصينيه مدهونه بسمنه وعليها رشه من الدقيق معفراها بيها كده. بعد كده دخلتها على الفرن زي ما انتوا شايفين. الحراره من تحت بس، ما بتفتحيش الشوايه ابدا على الكيك، سواء في فرن كهرباء او انبوبه او اي حاجه. اهم حاجه تكون الفرن مشغلاها قبلها ب10 دقايق. بعد كده هنجيب الكريم شانتيه. هنجيب كوبايه من الكريم شانتيه، وبعد كده هنحط عليها معلقتين من اللبن البودر، معلقتين من السكر، باكو تاني من الكريم كراميل اللي موجود معانا في الباكيتات اللي بنشتريه من بره. هنبتدي ان احنا نضرب كل المكونات بتاعه الكريم شانتيه مع بعض، وبعد كده هنضيف على المكونات الجافه دي كوبايه من الميه الساقعه او اللبن الساقع. زي ما انتوا شايفين القوام تقل معانا زي ما انتوا شايفين. هنحطها في التلاجة لحد ما نشوف الكيك بتاعتنا اخبارها ايه. طلعنا الكيك بعد ما اخدت معايا ساعة الا ربع بالظبط. معايا هنا نص كوباية من اللبن، وبعد كده بتحطيها على الكيك بعد ما تطلعيها وتبرد شوية، يعني 5 دقايق 10 دقايق، ما تحطهاش هي وسخنة علشان ما يعجنش معاكي اللبن في الكيك. خلاص كده الخطوات دي طبعا اساسية. هنبتدي ان احنا نسقيها كويس لحد ما تشربها الكيك. زي ما انتوا شايفين هي طرية، بس انا بحب احط اللبن علشان القيمة الغذائية، وبرضه يبقى الطراوة بتاعتها أعلى.
خلاص كده هنبتدي ان احنا نجيب الكريم شانتيه ونفرده بالشكل اللي انتوا شايفينه كويس جدا على سطح الكيك بتاعتنا. ولازم تفرديه كويس لان انا لسه هحط الطبقه الثالثه بعد كده عليها من فوق، اللي هي الكوبايه اللي احنا شلناها في التلاجة من الخليط الاولاني. هنبتدي ان احنا زي ما انتوا شايفين كده ونجيب السكرابر، نحاول ان احنا يعني على قد ما نقدر كده ان انت تساوي السطح كويس جدا علشان شكلها يبقى مهندم. دايما بنقول اهم من الشغل تظبيط الشغل، العين بتاكل قبل البق، فلازم نعمل حاجه تطلع حلوه معانا كده ومظبوطه وتعمليها بروقان. هنطلع الكوبايه من التلاجة زي ما انتوا شايفين وهننزل بيها على الكريم شانتيه ونوزعها بالشكل ده. ما حبيتش اطول عليكم. بعد كده الكيس ده اللي هو بيبقى مع الباكو بتاع الكريم كراميل، بنبتدي ان احنا نعمل بيه خطوط عرضيه زي ما انتوا شايفين كده بالشكل اللي انتوا شايفينه رايح جاي، خطوط طولية بالشكل ده مش اكتر من كده. تزيين بسيط جدا جدا وطعمه حلو. طعم الكراميل هنا فرق جدا معانا لان فعلا طريقتها سهلة. هتجيبي الخلة بتاعت الشيش طاووق او اي حاجة معاكي بالشكل ده تكون خشبية وتفضلي كده رايحة جاية، هتديكي شكل حلو جدا 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 زي ما انت شايفة. بسيطة جدا، تزيين بسيط جدا، بس طعمها حلو فعلا وهتعجبكم. الجاتوه النهارده زي ما انت شايفه جميل جدا جدا وبسيط جدا. ممكن تعمليه في اعياد الميلاد، ممكن تقدميه هديه، هيبقى معاكي في اي مناسبه انت حابه ان انت تعمليها. هتقطعه الشكل اللي انت حابه تقطعيه، يعني ممكن تقطعيه مستطيل زي ما بنشتريه من محلات الحلواني او ممكن مربعات حسب ما انت بتحبي. فانا قطعتها هنا مربعات حلوه كده صغيره علشان بس ما تتبهدلش معايا. خلاص كده كل واحد حسب ما بيحب يقطعها. شكلها بسيط جدا جدا وحلوة جدا لأي مناسبة معاكي. ممكن تعمليها مع تورتاية في أعياد الميلاد، في أي مناسبة. أنا عن نفسي بحبها جدا لأن هي بسيطة والمكونات بتاعتها كلها موجودة في البيت. الباكيتات دي موجودة من باقي حاجة رمضان، فالحمد لله رب العالمين كل حاجة هتطلع معاكي زي الفل. بس أهم حاجة نصلي مع بعض على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هتطلع معاكي زي الفل ببركة الصلاة على النبي. زي ما انت شايفة كده طعمها حلو جدا والله فعلا. بسيطة وزي ما انت شايفة الكيك طرية جدا وهشة. لو عجبتكم ما تنسيش تعملي لايك وشير واشتراك للقناة وتفعلي زر الجرس واللايكات الحلوة بتاعتكم والتعليقات خفت جدا الأيام دي، أنا مش عارفة ليه. أشوفكم على خير إن شاء الله.